تحياتي. أنا جورج إرداحي. انطلقت بهاليومين إشاعة عن وفاتي، ووضع الخبر الكاذب في إطار تقرير مصور عني وعن مواقفي وتاريخي المهني. ما كنت بدي رد على هالإشاعة، ولكن أصدقاء كتار ومحبون كتار اتصلوا للاستفسار والاطمئنان، فلقيت من واجبي طمن كل المحبين والأصدقاء في لبنان والعالم العربي بأنه هذا الخبر لا أساس له من الصحة بتاتا، وهيدي مش أول مرة يطلقون فيها علي مثل هذه الإشاعة. فعلا لحد هلا مش قادر افهم هالناس اللي بيتمنوا الموت لغيرهم كأنه الموت رح ينساهم ذات يوم وما رح يجي ياخدهم لعنده. شكرا. طمأن الإعلامي اللبناني جورج الإرداحي جمهوره ومحبيه عليه بعد انتشار شائعة وفاته خلال الأيام الماضية، ووجه جورج الإرداحي رسالة صوتية لجمهوره نشرها عبر حسابه أكد فيها إنه بخير، وقال في رسالته: تحياتي، أنا جورج. انطلقت إشاعة على وفاتي، ووضع الخبر الكاذب في إطار تقرير مصور عني وعن تاريخ المهني، ولم أكن أرغب في الرد على هذه الأشاعة، ولكن أصدقاء كثيرون محبون اتصلوا للاستفسار والاطمئنان، ووجدت من واجبي أن أطمن على كل المحبين والأصدقاء في لبنان والعالم العربي. وتابع جورج إرداحي: هذا الخبر لا أساس له من الصحة، وهذه ليست أول مرة يطلقون فيها علي مثل هذه الإشاعة. فعلا حتى الآن لا أستطيع أن أفهم الناس الذين يتمنون الموت لغيرهم، كأن الموت سينساهم ذات يوم ولن يأتي ليأخذهم. وشكرا. وانتشرت شائعة وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن قبل توفي في غارة إسرائيلية على لبنان. وعلى جانب آخر كان جورج نفى شائعة أخرى انتشرت عنه خلال الأيام الماضية، وهي اعتناق الإسلام. ونشر جورج الإرداحي بيانا عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه، وقال فيه: ليست المرة الأولى التي يطلقون فيها هذه الشائعة، فقد بدأوا بها منذ أن بدأت بتقديم برنامج من سيربح المليون، وفي كل مرة كنت أنفي هذه الأشاعة. مرة جديدة اليوم أجد نفسي مضطر لنفيها بشكل قاطع، لأني مسيحي ماروني وافتخر بديانتي وانتمائي الوطني والطائفي. وتابع جورج: ولكن هذا لا يمنع أني أحب الإسلام والنبي الكريم وآل بيته، ولا فرق عندي بين مسيحي ومسلم إلا بالأخلاق والأدب والإنسانية والتقوى. فأرجو ممن ينشرون مثل هذه الشائعة عن محبة أو عن سوء نية أن يكفوا عن ذلك. وشكرا.